في مجال الداتا ساينس ناس كتير بتفتكر ان نماذج الماشين ليرنينج هي قلب الداتا ساينس والباقي تفاصيل، فدي تعتبر نظره ضيقه جدا وكمان خطيره لانها بتختصر علم كامل في جزء تقني واحد. بس الحقيقه ان في دراسه اتعملت في 2022 اتعملت على اكتر من 5000 عالم بيانات، لقوا ان اكتر من 60% من الوقت في اي مشروع بيتصرف على الداتا كليننج والاندرستاندينج مش على الموديلنج نفسه. والاغرب بقى ان نسبه قليله جدا من المشاريع هي اللي بتوصل لمرحله البرودكشن. فمثلا كان في شركه طيران امريكيه عملوا مشروع ضخم للتنبؤ بتاخير الرحلات، وده طبعا باستخدام ديب ليرنينج موديلز. النموذج نفسه كان دقيق بنسبه عاليه، لكن للاسف المشروع فشل. ليه بقى؟ علشان الداتا اللي كان معتمد عليها المشروع ما كانتش بتتحدث باستمرار، وما كانش فيه بايب لاين واضح طبعا عشان ندمجها مع انظمه التشغيل الحقيقيه. والنتيجه الاداره ما اعتمدتش النموذج اصلا. المشكله ما كانتش في الموديل، المشكله كانت في اللايف سايكل الكامله للداتا ساينس اللي للاسف الناس ما بتاخدش بالها منه. المشكله دي خطيره جدا وبتخلي الناس تركز بس على الالجوريزم والفانسي موديلز، وبتسيب اهم المراحل زي ان الاول يعرف ايه مشاكل البيزنس ده، وانه يتاكد من جوده البيانات والبنيه التحتيه اللي بتسمح اصلا ان النموذج ده يكون معانا في الواقع. فجرب تبدا بالمشكله مش بالموديل. اسال الاول ايه القيمه اللي الشركه عايزه تحققها، واستثمر في الداتا كواليتي. نموذج بسيط على داتا نظيفه ممكن يكون اقوى من موديل معتمد على داتا متلخبطه. وفكر اند تو اند من اول ما تجمع البيانات لحد ما النموذج يشتغل، وتابع الاداء بشكل مستمر، لان الداتا ساينس مش بس الجوريزم. النموذج ممكن يبهر الناس في عرضه، لكن اللي بيحدد النجاح هو المنتج او القرار اللي اتغير على ارض الواقع. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل له سيف وتشيره مع اصحابك عشان يستفادوا.